لماذا كان آية الله السيد محمد رضا الشيرازي يتكلم بصوت هادئ ومنخفض جدا؟ أكو شاب عراقي دائما يحضر مجالس السيد محمد رضا الشيرازي ويقول: كنت أجلس في آخر الغرفة وكان صوت الفقيه المقدس هادئ جدا، أحيانا لا أسمع ماذا يقول. وفي يوم من الأيام وبعد انتهاء المحاضرة ذهبت إلى السيد محمد رضا الشيرازي وسألته: سيدنا، هل لديكم مشكلة في الأحبال الصوتية؟ لماذا صوتكم هادئ ومنخفض جدا؟ فتبسم السيد محمد رضا الشيرازي وقال لي: لو كان الولد جالسا في حضرة أبيه هل يستطيع أن يرفع صوته أمام أبيه؟ فقلت: كلا، ليس من الأخلاق أن يرفع صوته. فقال: فكيف لي أن أرفع صوتي وأنا في حضرة الزهراء عليه السلام؟ طبعا كما يقول العلماء أن المجالس عندما تجلس فيها تشعر بحضور أهل البيت عليهم السلام.